الأم فادية اللحام رئيس الدير مار يعقوب مقطع في كارا سوريا. أنا لبنانية فرنسية هنغارية، الوالد فلسطيني من الناصرة. أعمل في سوريا منذ 30 عام في هذا الدير، وفي نشاطات ثقافية روحية سياحية، لأنه عندنا كمان نزل للسواح سواح الثقافة الدينية، وأيضا الإغاثة، خاصة يعني إبان الأزمة السورية. تعاطينا كثيرا في مجال الإغاثة. ودير مار يعقوب للإغاثة هو منظمة غير حكومية عمل في شمال شرق سوريا منذ سنة 2019. نحن موجودون في الهول، لدينا مركز طبي كبير، نتعامل مع جميع الأفرقاء المحليين والدوليين، وخاصة الهلال الأحمر الكردي وأيضا المنظمات الدولية الأخرى. عملنا أيضا في مجالات الإغاثة في الأماكن المنكوبة من شمال شرق سوريا، مثل تل تمر، تل أبيض وإلى آخره. كنت في زيارة يعني شبه رسمية إلى الإدارة الذاتية، فقابلت هيئة المرأة في الإدارة وتكلمنا عن مجال التنسيق للإغاثة. فكانت هنالك مبادرة أطلقتها هيئة المرأة ومنظمات أخرى في الإدارة الذاتية لمساعدة أهلنا المحتاجين في الساحل السوري. فاهتميت بالأمر، وتم التداول في كيفية يعني العمل المشترك لتسهيل هذه المهمة، كون المسافات أولا المسافات كبيرة، وكيفية الوصول إلى الساحل كمثلا تسهيل المرور، تسهيل التعامل مع المجتمع المحلي، انتقاء المكان لوصول المساعدات، يعني كل اللوجستية المتعلقة بهذا العمل الإنساني الضخم، لأن كان هنالك يعني قافلة من 17 آلية، منها 12 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية من أغذية ومن مواد صحية وأيضا من الطحين. بقى كتر خير الله، يعني رافقنا القافلة، وكان هنالك صعوبات يعني في أي مبادرة، ولكن تكللت جميع الجهود بالنجاح. كان هنالك قبول عظيم من قبل المجتمع الأهلي الذي قدم المستودعات والبرادات، وفريق دير مار يعقوب قدم المتطوعين، وعملنا سوية يعني لتوزيع هذه المساعدات بحسب الجدول العالمي للاحتياجات الإغاثية. أظن أن هذه المبادرة كانت ناجحة 100%، وأعطت صورة جميلة جدا عن الشعب السوري في سوريا الجديدة. وأظن أن الأساس هو الاتفاق الذي أقيم منذ فترة وجيزة لتوحيد الأراضي السورية والجمهورية السورية. بذلك يعني فتحت الأبواب والطرق، وكان هنالك تواصل، وهذا التواصل يخدم السلم الأهلي والتلاقي والمساعدة والتكاتف والتنسيق. كل ذلك يبني مجتمع يوجد فيه السلام والوئام والاتفاق، يعني حالة الازدهار، لأن التواصل يسهل الازدهار. أشكر
جميع من ساهم من محسنين هنا في الإدارة الذاتية، ومن سهل هذه المبادرة في يعني على الطريق من هنا نحو الساحل، من جهات رسمية ومن جهات محلية ومن جهات شعبية ومن متطوعين، وخاصة فريق دير مار يعقوب وفريق الهلال الأحمر الكردي الذي يعني بذل الكثير، ومن استقبله بالمجان ومن أطعمه. كل ذلك كانت مبادرة جميلة جدا مثالية، نأمل أن تحوى يعني يحذو حذوها، لأنها مثال من المحبة ومن الإنسانية. أعجبت جدا في الرؤية اللي هي رؤية ثورية للمرأة في هذه المناطق، إنها رسالة للكون عن محل الامرأة، عن رسالتها، عن قدرتها للقيام بدور فعال ليس فقط في العائلة حيث هي ركن من الركنين، ولكن أيضا في المجتمع. وهنا وجدت أن الامرأة في جميع إدارات الإدارة المحلية، الامرأة موجودة بالتساوي مع الرجل، حيث في كل دائرة هنالك ركنين مثل في العائلة، رجل وامرأة في نفس الإدارة ككوادر يعني. وهذا مجال ثوري، أتمنى أن يعني يعرف في الدوائر العالمية، لأنه يعني يتكلمون عن المساواة بين الرجل والامرأة، وكأن الامرأة عليها أن تصبح يعني جنس من الرجل لكي تصير بموازاته. لا، هنا الامرأة تحتفظ بهويتها، وكامرأة لديها مكانتها الخاصة في الإدارة. فبعرف في هنالك فرق في المقاربة. وجدت أن هذه المقاربة جميلة جدا ومثالية، وأريد أن أعرف عنها أينما ذهبت.